زي ما قلت لكم قبل كده ان قضية فلسطين احيت رسالة لا اله الا الله في الارض. بقول لكم دايما ان نيتنا او النية الاولانية اللي احنا كلنا لازم ناخدها وتكون في بالنا طول الوقت وهي نية لا اله الا الله في الارض. طيب هتوصل ازاي لا اله الا الله دي؟ مش بتاعتنا ربنا سبحانه وتعالى هيوصلها كيف يشاء، بالطريقة التي يشاء، على الوجه الذي يشاء جل جلاله. وكنت بفكر ساعات ازاي، فجاءت الإجابة من الله جل جلاله إنه وصلها بالطريقة اللي فيها خير للجميع، اللي فيها خير للكل. يصطفي شهداء، يبتلي أحياء، يحيي قلوب ويهدي آخرين، ويحيي رسالة لا إله إلا الله في الأرض. ناس كتير أسلمت، ناس كتير قرأت عن القرآن، مصداقا لحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا فيه: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. فقضية فلسطين ومسجدنا الأقصى أحيت رسالة لا إله إلا الله في الأرض بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذلا يذل الله به الشرك وأهله. فإن أردتم العزة فعليكم بالإسلام. وزي ما بقول لكم كل مرة إن النية اللي احنا ناخدها في كل أعمالنا في حياتنا وهي نية لا إله إلا الله في الأرض. الأنبياء والرسل خلصوا رسالتهم، احنا نعمل ايه؟ ننام؟ لا، احنا كمان ناخد نية لا اله الا الله في الارض، وفي دورنا اللي ربنا سبحانه وتعالى اقمنا فيه او وضعنا فيه ازاي هتوصل لا اله الا الله. مش بتاعتنا نهائي، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيوصلها وهيكتب اجرك. الله جل جلاله يعطي بالنيات ما لا يعطي بالامكانيات، وهما في الاجر سواء. وما تنسوش تدعوا لإخواننا في فلسطين وبقاع الأرض. ثبتكم الله، أيدكم الله، آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، وأمدكم الله بمدد من عنده جل جلاله.